الدنيا قلابة بتغير الناس ونفوس الناس، وفي لحظة واحدة بيتشقلب حال الإنسان مننا. زي أبو حنان وأم حنان كده، جيراني وصحابي من زمان كانوا ساكنين في البيت القديم اللي قصاد بيتنا بالظبط. وعشان الدنيا حظوظ، اللي حصل مع أم حنان وأبو حنان حاجة أغرب من الخيال. رغم إننا زمان أنا ومراتي أم صلاح حالنا كان نفس حال أم حنان وأبو حنان بالظبط، إلا إن الدنيا حظوظ. أنا ورثت البيت القديم اللي ساكن فيه لحد دلوقتي، ورثته عن أبويا، والبيت مليان سكان ساكنين بالإيجار القديم، والبيت كله يا ولداه ما يلمش 20 جنيه على بعض إيجار الشقق. أبو حنان جيراننا كانوا زينا بالظبط، كانوا ساكنين في الدور الأرضي قصادنا على طول، وعيشتهم نفس عيشتنا، لكن حظهم مش زي حظنا. رغم ان البيت القديم اللي هم ساكنين فيه هو بتاعهم برضه، وورثوا أبو حنان عن أبوه. وفي يوم ما نساهوش، وقع البيت القديم اللي قصادنا، بيت أبو حنان وأم حنان. كنت نايم وقت العصرية وسمعنا انفجار كبير، والغبار ملا الحارة ودخل لنا من الشبابيك، وقمت مفزوع على صوت هيصة كبيرة في الحارة، وجريت زي المجنون أشوف إيه اللي حصل. وسمعت الناس بتصرخ، وبيت أبو حنان وأم حنان بيت الجيران اللي في قصادنا وقع في بيره. وجريت قلقت على جيراني وصحابي وعشرة عمري، أم حنان وأبو حنان اللي ساعتها ما كانوش خلفوا حنان، ما كانوش خلفوا خالص. كانت عندهم مشاكل في الخلفة يا ولداه من يوم ما اتجوزوا من سنين. وما همنيش الغبار ولا الطوب اللي عمال يقع من البيت. دخلت من شباك الدور الأرضي ولقيت أم حنان مرمية في المطبخ حواليها الطوب والغبار، ووطيت على أم حنان، شلتها بين إيديا وجريت بيها على بره، أنقذتها وأنقذت حياتها. ربنا جعلني سبب عشان أنقذها من تحت التراب ونجيها من اللي حصل. وبعد ما طلعت أم حنان من تحت الأنقاض، انهار البيت كله زي ما يكون مستنيني أطلع بيها ويقع على طول. عمل صوت رهيب وفرقعة كبيرة، واتهزت الحارة كلها. ورجع أبو حنان من الشغل يجري، لقى أم حنان عندنا في البيت. كان مصدوم والخوف والقلق باين في عينيه. وأهل الحارة ما كانش معاهم سيرة غير البطولة اللي أنا عملتها، وغير الرجولة اللي أنا بينتها لما دخلت جوه التراب والرماد والطوب اللي بيقع، وطلعت مرات صاحبي وأنقذتها من الموت. بصلي أبو حنان، طبطب على كتفي وقال لي والدموع مالي عينيه: رجولة أبو صلاح طول عمرك، مش هعرف أرد جميلك إزاي يا صاحبي. برقت بعينيا، بصيت لأبو حنان والدموع بتجري على خدي وقلت له: عيب يا صاحبي، ده انت اخويا وصاحب عمري، ومراتك تبقى زي اختي بالظبط، وانا لو مت عشانكم ابقى فداكوا يا صاحبي. واصريت انا ومراتي ام صلاح ان ابو حنان وام حنان يقعدوا عندنا على بال ما يتصرفوا في مكان يقعدوا فيه. ما هو بيتهم وقع خلاص، حتى عفشهم ضاع تحت الانقاض. ما كانش معاهم ولاد ساعتها، كانوا بيحبوا ولادي صلاح ونورة زي عينيهم. وقضينا أيام حلوة بصحبتهم وهم قاعدين عندنا في بيتنا القديم. وفي يوم بعد العشاء طبطبت على أبو حنان، كان قاعد حزين ومهموم. قربت منه وقلت له: ولا يهمك يا صاحبي، مش انت كويس ومراتك كويسة، دي لوحديها بالدنيا يا صاحبي. هز دماغه، بص في الأرض وقال: اللي مزعلني ان بيتنا راح وعفشنا وكل حاجة يا متولي يا اخويا، وده بيزود الحزن اللي في قلبي يا ابو صلاح. ده فوق كمان ان انا ما عنديش عيل ولا تيل، ما انت عارف يا صاحبي ان مراتي ارض بور ما بتخلفش. طبطبت على كتفه وقلت له: يا راجل ما تعملش في نفسك كده، بكرة الحال ينصلح والدنيا تتظبط معاك، ومراتك تملى عليك البيت عيال وتزهق من العيال وتربيتها وخلفتها. وابتسم ابو حنان، بصلي وقال: يا ريت متولي يا اخويا، يا ريت.
ومرت الايام يوم ورا التاني. وفي يوم ما انساهوش، رجعت من شغلي بدري، كنت قرفان وزهقان. اخدت اجازة نص يوم وروحت على البيت على طول، وفتحت باب الشقة، دورت بعينيا يمين وشمال، ما لقيتش حد. شكل ام صلاح اخدت ام حنان وراحوا السوق، ما هم متعودين على كده، وطبعا ابو حنان بيجي متأخر. اتنهدت وانا بقعد على الكنبة وبنفخ من الزهق، وقبل ما افكر اتنفضت في مكاني لما سمعت صوت جاي من الحمام، صوت مية غزيرة نازلة، شكلي في حد بيستحمى، مش عارف مراتي ولا مرات صاحبي. وقمت من مكاني، مشيت على طرف صوابعي، كان قلبي بيدق مش عارف ليه. كان في شيطان جوايا بيتكلم وبيقول لي يا ريت اللي بتستحمى تكون مش مراتي، يا ريتها تكون ام حنان. وفضل قلبي يدق بعنف، يدق اكتر واكتر، وانا بقرب من باب الحمام، وبقرب بعينيا من الشرخ الصغير اللي في الباب الخشب، وغاص قلبي في رجليا. انهار كل كياني لما لمحت ام حنان قدامي. ام حنان جوه الحمام بتستحمى، ايوه بتستحمى عريانه قدام عينيا، الميه نازله تجري على قوامها اللي زي قالب الزبده السايحه. وبرقت بعينيا، اتجمدت ووقفت مذهول وانا بتفرج على ام حنان، بتفرج على جسمها الابيض المشدود اللي بيتلوى تحت الدش. نهجت بصوت عالي وحسيت بالنار بتقيد في كياني، وام حنان بتلف تحت الميه بكل حته في جسمها من كل زاويه، زي ما تكون بتفرجني على جسمها من كل ناحيه، زي ما تكون مش عاوزه تحرمني من اي منحنى من منحنيات جسمها الدافيه. وبلعت ريقي بصعوبه وانا ببحلق في ام حنان، وانا واقف متجمد قدام باب الحمام، ببحلق في جسمها اللي زي القشطه السايحه في الميه اللي نازله تجري وبتنقط من كل منحنى من منحنياتها. واتنفضت في مكاني، اتهزيت لما لقيت ام حنان قفلت الحنفيه بايديها وابتدت تنشف نفسها بالفوطه، وخلاص مدت ايديها على الهدوم الناشفه تلبسها. واتنفضت، اتعدلت وانا قلبي بيدق بعنف، وعشان ما تشوفنيش ام حنان وما تعرفش اني كنت موجود وبتفرج عليها، اخدت بعضي بسرعه ومشيت. ايوه جريت ناحيه باب الشقه، فتحته ومشيت، مشيت امد في الشارع مش عارف ليه، وافتكرت ابو حنان صاحبي. قلبي انقبض وزعلت من اللي عملته، ولقيتني بقول لنفسي سامحني يا صاحبي سامحني. الدنيا حظوظ زي ما بيقولوا، وده اللي حصل مع ام حنان وابو حنان. الحاج سمعة الجزار فوجئنا بيه في يوم بيخبط على بابي، عاوز يتكلم مع ابو حنان في موضوع. وقف ابو حنان محتار، بص حواليه وقال لي يا ترى عاوزني في ايه الراجل ده انا مفيش بيني وبينه اي كلام ولا معامله. هزيت دماغي وما اتكلمتش. فوجئت بام حنان بتبصلي بعينيها الحلوه بوشها اللي زي البدر المنور، وقالت لي والقلق مالي عينيها ما تسيبوش لوحده ابو صلاح، روح معاه شوفوا الراجل ده عاوز منه ايه. وخرجت انا وابو حنان وقابلنا الحاج سمعة الجزار، ورجعنا من عنده مبرقين بعينينا، عينينا واسعه وما بنتكلمش. قابلتنا ام حنان ومراتي ام صلاح، بصوا علينا واحنا بنقعد على الكنبه، نقلوا عينيهم ما بيني وبين ابو حنان، لقونا ساكتين ما بنتكلمش. بصت لنا مراتي ام صلاح وقالت في قلق خير يا جماعه طمنونا، الراجل ده كان عاوز منكم ايه؟ هزيت دماغي وما اتكلمتش. وفتح ابو حنان بقه واترعشت شفايفه وقال الحاج سمعة الجزار عاوز يشتري مني حته الارض مطرح بيتنا اللي وقع. وبلع ابو حنان ريقه بصعوبه، بص لام حنان وهو مبرق وقال لها عاوز يشتري حته الارض ب1,000,000 جنيه. وبرقت ام حنان، اتزلزلت، اترعشت قدامنا واترعشت عينيها وما اتكلمتش ابدا. مش بقول لكم الدنيا دي حظوظ؟ ابو حنان اللي قاعد ضيف عندي وملوش حته يتاوى فيها هو ومراته، ربنا رزقه ب1,000,000 جنيه مره واحده. ربك بيقلب الاحوال، ما كانش بيتنا القديم وقع هو كمان، بدل الملاليم اللي بلمها من ايجاره اول كل شهر اللي ما تجيبش حق شويه حاجات حلوه للعيال الصغيره،
ايه دنيا! اتبدل حال ام حنان وابو حنان، جابوا شقة كبيرة في احسن حتة في اسكندرية، وقبل ما يمشوا من عندنا فوجئنا بيهم في يوم داخلين علينا والفرحة مالية عينيهم. ام حنان مزقططة بتتنطط من الفرحة، وابو حنان بيبصلنا زي المجنون من فرحته. قرب مني ابو حنان، هزني من كتفي وقال لي بحماس والفرحة بترقص في عينيه: بارك لي يا متولي، بارك لي يا اخويا. عقدت حواجبي، برقت بعينيا وقلت له: خير يا صاحبي خير. ضغط ابو حنان على كتافي وبص لمراته اللي واقفة فرحانة جنبه وقال لي: مراتي حامل يا صاحبي، حامل في شهرين. وبرقت بعينيا، اترعشت شفايفي، ما قدرتش اتكلم، وبانت الفرحة في عينين مراتي ام صلاح. وقفت على رجليها وقالت: الف نهار ابيض، الف نهار مبروك. وحطت ايديها على بقها. زغرتت ام صلاح زغروطة كبيرة، واترعشت في مكاني وبصيت في الارض وما اتكلمتش ابدا ابدا. الدنيا ما بتفضلش على حالها. ابو حنان ومراته في شهور قليلة اتغير حالهم، وسكنوا في احسن شقة في البلد، وخلفوا بنتهم الوحيدة، خلفوا حنان بنوتة زي القمر، طلعة حلوة لأمها. ومرت الأيام وكبرنا وكبروا عيالنا. 20 سنة مرت، كل حاجة اتبدلت واتغيرت. ابني صلاح كبر وبقى مهندس قد الدنيا، وجوزت بنتي الكبيرة نورة. وابو حنان الدنيا اتغيرت معاه اكتر واكتر، هو ومراته. فلوسه زادت والعز زاد، فتح تجارة جملة ومحلات كتير، والاشياء بقت معدن. اللي يضحك في الحكاية ان حاجة واحدة بس اللي ما اتغيرتش: البيت القديم بتاعي لسه واقف على حيله، مش عاوز يقع، لسه بيلم ملاليم. وفي ليلة مش ناسيها، فوجئنا بباب بيتنا القديم بيخبط، ولما فتحنا لقينا قدامنا ابو حنان وام حنان جايبين هدايا كتيرة، والابتسامة مالية وشهم. ودخلوا قعدوا قصادنا. ضحركت عيني على ام حنان اللي بقت زي البدر المنور، كل ما بتكبر بتحلو الست دي وانوثتها بتزيد. قوامها بقى كله انوثة، بتصرخ في فساتينها الغالية، ووشها اللي زي القطن الطبي من بياضه وحلاوته. ميلت على ابو حنان، بصيت له وقلت له: لا مؤاخذة ابو حنان، البيت مش قد المقام. برق ابو حنان، بصلي بغضب وقال: عيب عليك يا متولي، انت بتقول ايه؟ مش البيت ده اللي قوتني فيه انا ومراتي لما بيتنا وقع؟ وبعدين ده البيت ده وش السعد عليا، ده احنا بعنا حتة الارض واحنا قاعدين فيه، وسمعنا فيه احلى خبر حمل ام حنان في بنتنا الوحيدة حنان. ولا انت نسيت ولا ايه يا متولي؟ هزيت دماغي، رجعت ادحرج عينيا على ام حنان اللي قاعدة بجسمها المليان زي حتة الحلاوة الطحينية، ورجعت بذاكرتي زمان لما كنت بتفرج على ام حنان من باب الحمام، لما كنت بملي عينيا من كل حتة دافية فيها، كل حتة سخنة مولعة في جسمها الفاير المشدود اللي بتزيد حلاوته مع السنين. ودق قلبي بعنف لما لقيت ابو حنان بيفوقني من ذكرياتي، بيحط ايده على رجلي وبيقول لي: انا عاوزك في موضوع متولي يا اخويا. برقت بعينيا، بان عليا القلق. اتعدلت ام صلاح مراتي جنبي وقالت: خير يا اخويا خير، اللهم اجعله خير. لمحت عين ام حنان بتلمع، ولقيت ابو حنان بيقرب مني وبيقول لي: دلوقتي المثل بيقول اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. عقدت حواجبي، هزيت دماغي وما فهمتش كلامه. لقيت ابو حنان بيميل عليا وبيقول: وانت عارف حنان بنتي ادب واخلاق وبنت متعلمه. وقرب مني ابو حنان ووسعت عينيه وهو بيقول لي: وانا مش هلاقي الحنان بنتي عريس احسن من المهندس صلاح ابنك. ورجع ابو حنان بظهره وبصلي وقال لي وابتسامه كبيره على وشه، ابتسامه ثقه، وقال: ها قلت ايه يا متولي؟ برقت بعينيا، غاص قلبي في رجليا، حسيت بنغزه في صدري، اترعش كل كياني. اتنفضت جنب ام صلاح والفرحه بانت عليها، برقت بعينيها وقالت بلهفه: يا اخويا ده يوم المنى، ده يوم الهنا، هو ده طلب يترفض؟ ورفعت ام صلاح ايديها على بقها وابتدت تزغرط زغروطه كبيره،
وفجأة حسيت بنار قايدة في كل كياني، حسيت بالغضب بيجري في كل دمي. اتنفضت في مكاني، شخطت بصوت عالي في ام صلاح، صرخت فيها وقلت لها اسكتي يا ام صلاح، اسكتي يا ولية انت. واتصدمت ام صلاح، قطعت زغروتتها، وبرق ابو حنان ومعاه مراته من الصدمة من صوتي العالي. وشهم اتغير وبان عليهم الصدمة والكسوف. ورفعت وشي ناحية ابو حنان وقلت له معلش يا ابو حنان يا اخويا، الكلام اللي انت بتقوله ده ما ينفعش معايا، والجوازة دي مش هتنفع ومفيش نصيب. وبرق ابو حنان اتصدم من كلامي، وقف على رجليه وقال انت بتقول ايه يا متولي؟ انا بعرض عليك تجوز بنتي لابنك وانت ترفض؟ هزيت دماغي، هربت بعيني من عينيه وقلت له احنا فين وانتوا فين يا ابو حنان؟ احنا ناس فقراء وحالنا على قدنا، انما انتوا ناس علوي ومعاكوا فلوس. وفجأة اتنفض ابو حنان، ضحك ضحكة عالية كبيرة وقال لي يا راجل خضتني، يعني هو ده السبب انك ترفض الجوازة؟ وميل عليا ابو حنان، قرب مني وطبطب على كتفي وقال عيب عليك يا متولي، ده انت خيرك علينا طول عمرك، ده انت كفاية انك انقذت حياة مراتي وغامرت بحياتك عشان تطلعها من تحت انقاض البيت لما وقع عليها، وترجع يا راجل تقول الكلام ده؟ ده احنا اصحاب العمر، ومالي هو مالك، وحاجتي هي حاجتك يا ابو صلاح. هزيت دماغي، بصيت في الارض وقلت بصوت عالي ابو حنان دي اخر مرة تكلمني في الموضوع ده، لو اتكلمت في الموضوع ده تاني هيبقى اخر اللي بيني وبينك، ولو عاوزنا نفضل اخوات على طول واهل شيل الموضوع ده من دماغك وما تتكلمش فيه تاني. لا حنان هتتجوز صلاح ولا صلاح هيتجوز حنان، دول مش مكتوبين لبعض يا صاحبي. برق ابو حنان، رفع حواجبه في حزن، وقف على رجليه بعصبية. لمحت الدموع بتجري من عينين ام حنان، ووقفت هي كمان جنب جوزها، كانوا مصدومين من كلامي. مشيوا ناحية الباب وابو حنان بيقول بحزن نستأذن احنا، تتمسوا بالخير. فضلت قاعد في مكاني، ومرات ام صلاح وقفت بتترعش وراهم، مشيت وراهم توصلهم للباب، ولقيتني بقول بصوت واطي انست وشرفت يا ابو حنان، انست وشرفت يا اخويا. وبعد ما مشيوا قفلت ام صلاح الباب وراهم بكل عصبيه، رجعت لي وهي مبرقه والغضب مالي عينيها وملامحها، بصت لي بكل غضب وقالت يا راجل انت اتجننت ولا ايه؟ الراجل صاين المعروف وعاوز يجوز بنته لابنك، وانت تعامله المعامله دي وترد عليه الرد ده؟ هزيت دماغي وقلت لها خلاص يا ام صلاح، مش عاوز كلام كتير في الموضوع ده. قربت مني ام صلاح، حطت ايديها على كتافي، هزتني بكل غضب وقالت لي يا راجل انت هي دي جوازه تترفض ولا يتقال لها لا؟ انت اتجننت يا راجل انت. رفعت عيني بغضب وقلت لها قلت لك خلاص، لا حنان دي ينفع تتجوز ابنك ولا ابنك ينفع يتجوز حنان. حطت ام صلاح ايديها في وسطها، اتقصعت قدامي، ميلت عليا وقالت بكل غضب وايه بقى اللي هيخليه ما ينفعش يا اخويا؟ اتنحنحت، هربت بعيني من عينيها وقلت لها اهو ما ينفعش، ما ينفعش وخلاص. ودق قلبي وانا بشرد بعينيا، برجع بذاكرتي 20 سنة، 20 سنة بحالهم، شريط ذكريات بيعدي قدام عينيا. في اليوم الموعود، اليوم اللي وقع فيه البيت القديم، بيت ابو حنان وام حنان، لما دخلت وسط التراب والحجارة والدمار ولقيت ام حنان مغمى عليها ومرمية وسط الانقاض، وجريت عليها زي المجنون، شلتها بين ايديا وطلعت بيها من البيت اللي بينهار علينا حبة حبة، وفي وسط الهرج والمرج دخلت بيها شقتي في الدور الارضي، رميتها على السرير وقعدت على الارض وانا بنهج وبكح من التراب اللي ملا صدري. وفجأة ضحركت عيني على ام حنان اللي نايمة فاقدة وعيها على السرير، وبرقت بعينيا لما لمحت رجليها، ايوه رجليها الحلوة مكشوفة من تحت الجلابية. بلعت ريقي بصعوبة وزحفت على الارض وقربت من ام حنان، بحلقت في رجليها الحلوة المكشوفة، وغصب عني وكأن شيطان جوايا مديت ايديا رفعت الجلابية اكتر عن رجليها الحلوة، عن رجلين ام حنان، كشفت رجليها الحلوة اكتر واكتر، عريتها لحد وسطها،
وفضلت مذهول وانا مبرق ببص لفتنتها بعينيا، وكل حتة غالية في جسمها اتعرت قدامي. نسيت الهرج والمرج والهيصة اللي عاملينها الناس بره بسبب وقوع البيت القديم، وبلعت ريقي بصعوبة وانا بمد ايديا بلمس ام حنان وهي مش حاسة بيا. بعدي بايديا على كل مكان حساس في جسمها، واترعشت وانا بستسلم للشيطان اللي جوايا، وبقوم من مكاني بتحرك ناحية ام حنان، بقرب من جسمها بجسمي بهجم عليها، وما حسيتش بنفسي غير وانا بنهش لحمها بسناني باكلها اكل، بستغل فقدانها لوعيها وبنتهك عرضها، وبدوق الشهد من كل مكان في جسمها. وبعد ما انتهيت من اللي انا فيه وحصل اللي حصل، قعدت جنبها وانا منهار، جريت الدموع من عينيا، ورجعت اغطيها بايديا استر جسمها اللي اتعرى، اللي عريته بايديا الاتنين. كنت بتعذب عذاب كبير، ضميري بيموتني، عذاب انسان ضعيف استسلم لشيطانه في لحظة ضعف، وانتهك عرض ست مسكينة اللي تبقى مرات صاحبه وجاره ورفيق عمره. وطبعا ما مر الشهرين على اللي حصل، واكتشفت ام حنان انها حامل، وطبعا افتكرت انها حامل من جوزها بعد غياب السنين، بعد ما يأسوا انها تحمل. انما لا، الواضح قوي انها حامل مني انا بعد اللي عملته فيها. ايوه، في اليوم اياه البنت حنان ما تنفعش تتجوز صلاح ابني، لانها بكل بساطة تبقى اخته. ايوه، اخته من ابوه اللي هو انا، اللي خان عشرة صاحبه وما صانش عرضه. ولطمت بكل قسوة، لطمت بايديا على وشي وانا بقول لنفسي والدموع بتجري على وشي: سامحني يا صاحبي، سامحني. استنونا مع حكاية جديدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.